في شخصيات كتير في المسلسلات والافلام حبينا الكاريزما بتاعتها بطريقه كبيره جدا، وخلتنا عايزين نكمل العمل ده حتى لو العمل ده مش اقوى حاجه وفي اعمال اقوى منه. وعلشان كده انا النهارده جاي اعمل دور الثمانيه لافضل شخصيات جت في تاريخ الاعمال افلام ومسلسلات. والشخصيات اللي معانا النهارده هم: اول شخصيه توماس شيلبي، تاني شخصيه راجنر روسل بروك، تالت شخصيه والتر وايت، رابع شخصيه هي شخصيه ذا جاد فازر، وخامس شخصيه هي شخصيه ريك من ذا ووكينج ديد، سادس شخصيه هي شخصيه ديكستر مورجان، وسابع شخصيه هي شخصيه تشارلوك هولمز، وتامن شخصيه والاخيره معانا هي شخصيه الجوكر. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبتدي القرعه. اول ماتش معانا اول شخصيه فيه هي شخصيه توماس شيلبي. توماس شيلبي هيلاعب اللي موجود في الورقه دي دلوقتي وهو جوكر. توماس شيلبي وجوكر ماتش حلو قوي بصراحه، وحاسه متكافئ، يعني حاسه بنسبه كبيره ان هو ماتش متكافئ. بعد كده نخش على الماتش اللي بعديه، واول حد او شخصيه فيه هي راجنر لوسر بروك. راجنر لوسر بروك هيلاعب ريك من ذا ووكينج ديد. ماتش كاريزما حرفيا، راجنر وريك بصراحه حاسه ماتش جامد قوي. بعد كده الجهه دي خلصت، نخش بقى على الجهه الثانيه، واول ماتش في الجهه الثانيه اول شخصيه فيه هي شخصيه شارلوك هولمز. شارلوك هولمز هيلاعب والتر وايت. اخر ماتش معانا في دور الثمانيه هو اول شخصيه فيه ديكستر مورجان، وديكستر مورجان هيلاعب ذا جاد فازر. نبتدي مع اول ماتش هو توماس شيلبي والجوكر. طيب مبدئيا كده توماس شيلبي الكاريزما بتاعته طاغيه جدا وكبيره جدا، وحرفيا علاقته مع اخوه، علاقته مع العائله بتاعته، وقد ايه هو ممكن يعمل اي حاجه في سبيل العيله بتاعته وان هي تكبر وان ما يحصلش مشاكل. بصراحه شخصيه جباره جدا وشخصيه قويه جدا، وحبينا الكاريزما بتاعتها وكملنا المسلسل بتاع بيكي بلايندرز بنسبه كبيره هو اللي شايلها اصلا. يعني حرفيا تخيل معايا كده لو كان مسلسل بيكي بلايندرز كان من غير الشخصيه دي كان هيبقى عامل ازاي؟ كان حرفيا هيبقى هش. والممثل الناجح هو اللي انت ما تقدرش تشوف الشخصيه اللي هو مأديها غير بشكله هو. فانا بصراحه مش قادر اتخيل شخصيه توماس شيلبي دي باي حد غير التعبيرات بتاعه الممثل كيليان ميرفي. فبصراحه الشخصيه قويه جدا، بس الفكره ان هو بيلاعب مين؟ هو بيلاعب الجوكر. وبالمناسبه ده الجوكر بتاع خواكين فينيكس مش هيث ليدجر. بالمناسبه انا بالنسبه لي الجوكر بتاع خواكين فينيكس افضل من الجوكر بتاع هيث ليدجر لاسباب كتير، هعمل ليها فيديو مخصوص، فتاكد ان انت متابعني علشان يوصلك كل جديد بعمله. الجوكر ده يا جماعه حرفيا التعقيدات النفسيه اللي فيه والامراض النفسيه وطفولته والحاجات اللي ظهرت في الفيلم بتاع الجوكر حرفيا مبنيه بطريقه خرافيه. فبالنسبه لي بصراحه ماتش صعب، بس انا هكسب الجوكر علشان الجوكر بصفه عامه ايقوني بصوره اكبر بكتير من توماس شيلبي، او الكاريزما بتاعته طاغيه اكتر من توماس شيلبي. فبصراحه انا شايف ان الجوكر هو اللي يكسب الماتش ده. بعد كده نخش على تاني ماتش وهو راجنر لوسل بروك وريك من ذا ووكينج ديد. طيب بالنسبه لي راجنر لوسل بروك شخصيه حرفيا ما حصلتش، حرفيا اقوى او من اكتر الشخصيات الكاريزماتيك اللي انا كملت بسببها مسلسل كامل بسبب الشخصيه دي. حرفيا يا جماعه شخصيه الكاريزما بتاعتها طاغيه قوي، يعني لفتره كبيره من حياتي انا مش عارف ان ليها اقول ده، بس لفتره كبيره في حياتي وانا شفتها زمان، شفتها وانا في ثانويه عامه من زمان، من 5 6 سنين مثلا ولا حاجه. توحدت مع الشخصيه دي بصوره كبيره وبقيت بقلد الحركات بتاعتها ومتعلق بيها جدا. يعني شخصيه ريك انا بحبها بس في نفس الوقت مش متعلق بيها بصوره كبيره، يعني التحولات بتاعت الشخصيه وتشوف قد ايه الشخصيه دي تقدر تعمل اي حاجه علشان الجماعه بتاعتها وان هي تقدر تفضل عايشه والكلام ده كله. فشخصيه بصراحه مبنيه كويس قوي وشخصيه قويه جدا، بس قصاد راجنر روسل بروك لا، يعني راجنر بالنسبه لي اقوى بكتير في البناء بتاع الشخصيه وفي الكاريزما وفي التمثيل بتاع الممثل برضه. فراجنر بالنسبه لي يكسب كده. الجنب ده خلاص، جوكر هيلاعب راجنر. نخش على الجنب اللي بعديه، واول ماتش فيه شارلوك هولمز هيلاعب والتر وايت. شارلوك هولمز شخصيه ذكيه جدا وفيها حاجات كتير قوي مش موجوده في اي شخصيه من الشخصيات دي، يعني حرفيا مبنيه بطريقه كويسه والقصه بتاعتها كويسه جدا، وفي الكتب القديمه بتاعتها حرفيا شخصيه جباره. بس والتر وايت اللي انت توصل لي استاذ كيمياء لاكبر تاجر مخدرات في امريكا دي حاجه ما حصلتش، وحرفيا انت مقتنع بالتحول ده وما عندكش اي مشكله، حرفيا تحول رهيب. فبالنسبه لي بصراحه ماتش سهل لولتر وايت ضد شارلوك هولمز، وكده والتر وايت يبقى تالت واحد يوصل معانا لدور الاربعه. بعد كده الماتش اللي بعديه واخر ماتش في دور الثمانيه هو ديكستر مورجان وذا جود فوز. انا بعشق ديكستر مورجان، وبالنسبه لي الماتش ده صعب قوي علشان هضطر ان انا اطلع شخصيه بحبها. ديكستر مورجان بالنسبه لي هو من افضل المسلسلات اللي انا شفتها في حياتي، حرفيا من اوله لحد اخره مفيش لحظه ملل، كل حاجه فيه خرافيه بالاحداث بالفكره بتاعته بان هو بيكلم نفسه والكلام ده كله. بصراحه تحفه، وحرفيا ان انت تخليني احب شخصيه سايكوباتيه، بمعنى اصح شخصيه بتقتل. فوق المسلسل ده قتلت فوق ال 100 شخص، انت متخيل؟ ومع ذلك حبيناها وكنا عايزينها تقتل اكتر. بس قدام ذا جاد
جود فازر، يعني انا هوفر المناقشه بتاعت ذا جود فازر قدام والتر وايت. فبالنسبه لي ذا جود فازر هو اخر واحد يوصل معانا لدور الاربعه، هيلاعب والتر وايت، والماتش التاني راجنر والجوكر. نبتدي مع راجنر والجوكر. الجوكر شخصيه مهمه جدا، وشخصيه اتمثلت اكتر من مره، وكل مره بتتمثل بتعلي على المره اللي قبلها. راجنر اتمثل مره واحده بس، والممثل بتاعه لحد اللحظه دي ما طلعش من الشخصيه دي، مش عارف يطلع منها. حرفيا الممثل ده بالنسبه لي ما مثلش غير دور راجنر بس، وما عملش حاجه تانية بعدها. فانا مستغرب بصراحه ان الممثل بالنسبه لي مش قوي قوي للدرجه دي، يتقمص الشخصيه للدرجه دي. حرفيا بصراحه قمصها بطريقه مش طبيعيه قدام الجوكر. مين يكسب في الكاريزما؟ بصراحه شايف ان راجنر يكسب في الكاريزما بصوره كبيره، وتمثل بطريقه واتمنى بطريقه خرافيه بصراحه. فبصراحه انا حاسس ان انا متعلق اكتر بشخصيه راجنر لوثر بروك، فهكسب راجنر لوثر بروك، وهو يبقى اول حد يوصل معانا لنهائي دور الثمانيه. الماتش اللي بعديه والتر وايت وذا جود فازر. طيب ذا جود فازر هو بالنسبه لي الفيلم بتاعه من افضل الافلام اللي جت في التاريخ. وبالمناسبه انا ذا جود فازر اللي هنا هو ذا جود فازر مارلون براندو والباتشينو مع بعض، يعني مش واخد دور حد من الاثنين، لا هي قصه كامل، او الشخصيه بصوره كامله، او البناء بتاع الشخصيه بصوره كامله. فبالنسبه لي دي اعظم شخصيه جت في التاريخ حرفيا. بالنسبه لي شخصيه قويه جدا، وشخصيه ما تمثلتش بعد كده حاجه بالعظمه دي او بالكاريزما دي او بالاداء ده او باي حاجه في الدنيا. قصاد والتر وايت زي ما قلت شخصيه اتبنت بطريقه خرافيه وبطريقه حلوه جدا. بس بالنسبه لي برده مفيش منافسه قوي مع ذا جود فازر، يعني انا مقلق بصراحه من بتوع بريكنج باد في الكومنتات دلوقتي وفي الديسلايك وفي الكلام ده كله. فبالنسبه لي ذا جود فازر هو اللي يوصل النهائي ضد راجنر لوثر بروك. راجنر راح معانا لحته بعيده، ان هو وصل النهائي اصلا ده انجاز كبير. حاسس ان قدام ذا جود فازر مفيش منافسه بصراحه. راجنر يعني شخصيته تاخد 10 من 10، بس ذا جود فازر فوق مستوى التقييم اصلا. فذا جود فازر هو اللي يكسب معانا، وبالنسبه لي افضل شخصيه جت في التاريخ هي شخصيه ذا جود فازر. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد بعمله. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.